في رقبه مين كل مسكين قاعد دلوقتي احنا قاعدين بناكل وهو مش لاقي ياكل ومش لاقي يتعشى؟ في رقبه مين كل واحد كافر دلوقتي صوره الاسلام مشوهه عنده وما بيفكرش في الاسلام ولو مات هيخش جهنم؟ اليهود في رقبه مين؟ النصارى في رقبه مين؟ عباد الفيران والبقر في رقبه مين؟ مرضى الاكتئاب النفسي في العالم كله اللي مستنيين الاسلام عشان يحررهم من الذل النفسي والالم النفسي اللي هم فيه في رقبه مين؟ اللي نايمين الوقت في معتقلات اليهود، ال 500 امراه اللي في معتقلات اليهود، الاطفال اللي في سجون اليهود في رقبه مين؟ اللي قاعدين الوقت واحنا قاعدين بنتكلم وبنتفرج في سجن ابو غريب في رقبه مين يا جماعه؟ العصاه اللي ماشيين في الشارع عصاه، الفنانين اللي ما حدش بيقول لهم حرام، كل ده في رقبه مين؟ وقاعدين يقولوا الفاجرات اللي طب وحد كلمهم في الدين؟ مين اللي كلمهم ومين اللي وصل لهم؟ انا عايز اقول كل رصاصه جت في قلب واحد مسلم في العراق في رقبه مين؟ احد الناس كان بيصلي التراويح في رمضان فالامام بيقول اللهم عليك بالامريكان ومن عاونهم، هو بيقول امين فافتكر ده علبه المالبورو في جيبه، المالبورو ده امريكاني وهو الوقت فقال ايه ده ومن عاونهم؟ ده انا بعاونهم، ده انا بدعي على نفسي وانا واقف اصلي. انت مشارك في احتلال العراق من الامريكان ولا لا؟ انت مشاركه في حصار غزه اللي قائم الوقت ولا لا؟ احنا مشاركين بنسبه كام في الميه في اللي بيعملوا الامريكان في الامه الوقت يا جماعه؟ مشاركين بنسبه كام رصاصه من اللي دخلوا في قلب المسلمين؟ انت شاركت بنظر حرام، وده شارك بصوره قذره حتى على موقع نت، وده شارك بتذكره دخل فيها حفله بيضيع بيها المغني وبيضيع بيها امته، وده الصحفي ده هو شارك بخبر عن فنانه من الفنانات فتنها بانه نشر لها صورتها ولا اخبارها في الجرايد، ده مشارك بنظره وده مشارك بكلمه وده مشارك بنظره وده مشارك بجنيه، ساهم ولو بجنيه. احنا كل واحد فينا متورط ولو بجنيه في اللي بيحصل للامه، كل واحد فينا متورط ولو بطلقه رصاص واحده، كل واحد فينا متورط ولو بمسلمه واحده بس اغتصبت. في رقبه مين؟ في رقبه مين اللي بيموتوا على الكفر دلوقتي؟ في رقبه مين المسلمين اللي بيتنصروا بسبب الفقر والجهل والجوع والمرض؟ في رقبه مين الامه؟ التخلف بتاع الامه، المخططات اللي ضد الامه في رقبه مين؟ السؤال الوحيد اللي انا عايز نخرج به الليله في رقبه مين؟ لو اب راحوا له قالوا له ابنك جعان، مين يشيل هم ان هو ياكل؟ يقول لهم انا. ابنك بردان، مين يشيل هم انه يلبس؟ انا. ابنك مريض، مين يشيل هم ان هو يتعالج؟ انا. مين اللي يشيل هم الاسلام يا جماعه؟ لو احنا ما شلناش مين اللي هيشيل؟ لو انت ما شلتيش مين اللي هيشيل؟ لو انت ما شلتش مين اللي هيشيل هم الدين؟ في القانون اللي نفذ الجريمه مجرم واللي شافها بتحصل وسكت مجرم هو كمان، والاتنين بيتعاقبوا في القانون. يعني ايه؟ يعني انا خايف ان يوم القيامه وانت داخل تعرض على الله تلاقي في ملف معاك في ايديك كل ورقه فيه ربنا الملك الجليل يقول لك انت متهم بالتواطؤ مع اليهود في حصار غزه، تقول له انا يا رب، انا يا رب، ده انا كنت ببكي والامام بيقول اللهم اخرج اليهود من فلسطين وانا بقول امين يا رب، ده انا كنت بقعد ادعي مع الامام ان ربنا يهلك الظالمين بالظالمين. انا يا رب انت متهم بالتواطؤ مع الروس في احتلال الشيشان، انا يا رب انت متهم بالتواطؤ مع الامريكان في ضرب افغانستان، يا رب ده انا كنت ببكي من دموع يوم ما امريكا ضربت افغانستان 24 ساعه بالقنابل متواصل. انت متهمه بالتواطؤ مع المنصرين في ضرب في تغيير عقيده اهل جنوب السودان، انا يا رب، انا يا رب، ده انا كان ديني غالي عندي. يا جماعه ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش يبقى في كلمه مسلم في البطاقه وما تتساليش عن حرمات الاسلام اللي بتنتهك. ما فيش واحد في بطاقته كلمه مسلم مش هيتسال قدام ربنا عن الاسلام واللي بيحصل له. ما فيش حاجه اسمها مسلم انتساب، لازم مسلم انتظام. الاسلام ده جيش، اللي بينضم له لازم يشيل همومه ويشيل قضاياه.